درست في مصر شهادتك متثبطة تجي اوه جامد اوي. ترى دي خطة لسه تسويقية. هيقول ايه تاني؟ السلام عليكم وسهلا بيكم فيديو جديد برنامج كراب فان وسلسلة رياكشن في السريع. بقالي يمكن اكتر من سنة ما نزلتش اي فيديوهات، وصراحة ما كنتش ناوي انزل، بس الدس ده لازم نسمعه مع بعض. انا كنت بدأت سمعت منه دقيقتين بعدين قلت لا ده لازم يتعمل عليه فيديو، وهو دس متلازمة لكلاش. الدس ده بيرد بيه على اخر دس بتاع سلومو اللي نزل من فترة كبيرة، ولكن ستايل مختلف تماما من كلاش، حاجة اول مرة في حياتي اسمعها بصراحة. وزي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه انا سمعت منه دقيقتين بالفعل، وقفت قلت لا انا هسجل الفيديو، هنعيده من الاول مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. بس من الاخر دمار، فلو رهيب الصراحه، يعني اول مره اسمع الستايل ده من كلاش. ريكلس. علي الصوت شويه. اوكي. مبدئيا خلينا اقول ملاحظه بس، الكاركترات دي عندكم اللي هو ده، انا مش عارف بشاور بصباعي عشان بالماوس، ده اللي هو سلومو، ده الديس عليه اساسي، وده عبادي، تمام، دول الواضحين بالنسبه لي، وده اليونج وغالبا ده راندر بنسبه كبيره. الباقيين دول مش عارف، هل مثلا ده ده شيبوبه غالبا، اللي تحت ده مش عارف، مش قادر احدد هويته الصراحه. لو حد يعرف يحدد هويته، ده ممكن يكون شيبوبه او الجوكر مثلا، بس انا ما اعتقدش ان في مشكله بين كلاش والجوكر، بس يعني ده مبدئيا كده. يلا بينا نرجع بس سنة. البداية. دربي وعثاء سفر خطر خذ الحذر قلت بس فات الفوت لا مدر ولا ثمر شجر هنا الحجر بو بو كاتم صوت ما تلقى فيه ممر ولا مفر سائل مستقر برغوت حاس بالحر عرقك يصب جسمك يقشعر ليش جاك الموت هرب الناتي قول من خلينا نوقف بس الحته دي. فلو طبعا بدايه الديس جامده جدا. هنا بيتكلم على حته انه الومناتي اللي هي بتاعت ثالوث ثالوث ايه قصدي بتاعت اسمها ايه، نسيت اسمها، المثلث والهرم، دول النيله الماسونيه. ناتي قول له مكاتب تندك بالدساس اللي كناتي انا كل ذكاتي كلاتي زي توبا كيلو من ناتي تحسب اني بعديك او صوابي يخطيك كيف تبغاني اجليك وانت اللي من ربك جيت لعذابك الادنى بنفس سنبك ليه بس ثواني دي زي توبا كيلو من ناتي تحسب اني بعديك او صوابي يخطيك كيف تبغاني اجليك وانت اللي من ربك جيت تبغاني اجليك وانت اللي من ربك جيت. يعني انت بنفسك اللي جيت لعذابك الادنى كنت حاسس ان هي حاجه غلط. نفس سنبك لين ما تفنى بمتلازمه ليوم الدفنه وفي القبر زباني يا مثنى ياكدوا لك انه البلاهه اللي تسويها رد عم ملتنا خلصت مهمتنا جي يا فلتنا اسري مع اللي قبلك اتصل جو انهار وتدمر وجو ده اكد لكم على كلامي، اسروا مع اللي قد يتصروا، قصده اللي هو كلاش رسوم قبل كده. طبعا الصوره مش محتاجه كلام. ادري انك والفيديو ده يعني 7 دقايق، كان من الصعب او مش من الصعب، بس يعني هياخد وقت اكتر وتكلفة اكبر لو اتعمل حاجة انيميشن زي مثلا ديسات كلاش القديمة، او حتى لو اتعمل حتى بنفس ستايل جاثوم جاثوم بتاع سلومو الاخير، ان هو مثبت تقريبا الصورة بس فيها انيميشن شوية، وبيحط الفيديو كأنه فيديو ليركس، بس نوعا ما في شوية فيجوال افكتس كده وبتاع. بس مش مشكلة، احنا مهم ايه، نسمع وننطرب. من اللي يفخر انك مجر كلاش جرجر فجر نثر له كرامة وطهامة وغدا محتوى اللي يتنمر كلاش ما وفر لين صار لحمك ما يتوفر او ما ينوفر، حاجه زي، لا ما يتوفر دي حاجه غير التانية، بس اللي هو من الاخر يعني ما وفرش انه ياكل لحمك يعني. بتبهدل بهدله حالته بالبلا بس ترى دي خطة تسويقية. ينجل الجل ما يشيله ما في طلعه خطة ما تسويقية. عنده اي مشكله يكذب على الملا ترى دي خطة تسويقية. ايوه ذا ملطشه من ان معلش انا واقف كتير، بس هو ده رياكشن، ان انت بنقول راينا على التراك. حبيت قوي الحته اللي هم ضافوها خطه تسويقيه مع الكلمات، وغير كده انه مش عارف، ده ذوقي الشخصي دايما بقولها في الفيديوهات، تحديدا كلاش مايل اكتر للاولد سكول، اولد سكول طربي، بس انا بحس دايما كلاش كان بيختار بيتات نوعا ما تحس ان هي حاجه زي حكمه راسيه، حد هيقول كلام موزون وهكذا، فبتحس ان هي بالنسبه لي انا شخصيا يعني يمكن 70% من تراكات كلاش هي مش طربيه، يعني مش طربيه للودن قوي. فيها ليركس، ويعني كلاش بيكتب كويس طبعا، بس ما بحسش ان هي طربيه اللي هو ممكن تتفاعل معاها جامد. لكن الديس ده طبعا حاجه تانية خالص يعني.
والولولة عنده صنعة. خطة تسويقية. قاعد تهين نفسك والناس تحط من كرامتك ولسه هيغير في الحلول. كل من له صلة فيك بأفعالك اللي ما تصدر حتى من طفل، وتشوف انه هذا تسويق ودرجة في سلم النجاح. كذا غلط يا ولد. حته التسويق دي تقريبا ردا على الدس بتاع لا تستغرب لما كان بيقول لك ان هو هنا لا كاسا دي بابل، انا اللي عامل الشو ده كله عشان الشهره ومش عارف ايه. اعتقد ده الرد بتاعها. هذا غلط. خلنا نوريك التسويق الصح. مين اللي ما يعرف مين سلومو؟ ذاك البشو اللاهث ورا الضوء، على العهد كما عهد تمو، مخه متوقف عن النمو، يحب الناس عنه يتكلموا، يحب يسوي انه ما مش عايز اوقف في الحته دي جامده. هنا مش مستخدمها مجرد ان هو بيحط واو الجماعه اللي هو يتكلموه او يحبوه او كده، اللي هو ممكن اي حد يكتبها ويعمل قافيه على الواو والالف او اللي هي الجمع بمعنى صح. لكن هنا فيها كلمات بالفعل، يعني مش مجرد ان هو بيحط واو جماعه وخلاص، لا ده في كلمات. يعني مثلا كلمه الجو، ماكل الجو، دي مش جماعه، دي كلمه الجو عادي. فهي مظبوطه حلوه. كذا الجو هذا وهو ما اكل الا الزي، حتى لو تهينوا كرم الجو عادي. عنده مره طلع بس تعرى قلتوا عيبه هره قال لكم شو، ايش بكم انتوا بسرعه تنسوا خطه تسويقيه هذه يا هو. حلوه قوي استغلاله الكلمه بتاعته خطه تسويقيه اهو، وبرضه استغلاله لحته ان هو طلع في بث مره ومش عارف تقريبا كشف جسمه او حاجه زي كده. انا صراحه بقى لي فتره كبيره مش متابع، ولكن سمعت يعني شفت في الريكومندد فيديوز ان هو حصل في الكلام ده من فتره كبيره يعني. تحسب هنا وخلصنا، لكن علشان اغير فلو بختصره في كلمه واحده الا وهي Attention ho. غبي وغباء ما عليه غطا. انت فاهم التسويق خطا، تقول لي درست في مصر شهادتك متسبطه، تجي اوه جامده قوي. والله يا برنس انا مصري بس جامده قوي. تبى تسوق البزبطه يتحف. انا ما اعرفش بصراحه هو امتى قال حته ان هو درس تسويق في مصر دي، الله اعلم قالها امتى ولا في انهي حته، بس جامده الصراحه. في العليك وتبقى خلينا مليان نعيدها غبي تاني. وغباء عشان اغير فلو بختصره في كلمه واحده الا وهي Attention ho. غبي وغباءك ما عليه غطا. انت فاهم التسويق خطا، تقول لي درست في مصر شهادتك متسبطه، تجي هنا تبى تسوق البزبطه يتحفل عليك وتبقى مليطه. البزوطه دي مش بتاعتنا، مش عارف ايه البزوطه دي بصراحه، بس اوكي ان هي من الاخر سوق العبيطه مثلا، هي غالبا معناها كده. حلبة وخفقان في مغمطة حتتمرمط مرمطة. بقول لك ايه مالها مرطرطة، ما ينفعش كده حلبة يا بطل. سيب البطاطس في اللخبطة، عين الرياضة كتر نفططة. مو بس رابط كلك بيض وانا عليك سموم بحر وكيف. سنين تبكي مني غيظ ما تبكي دمع، تبكي دم حيض. بهدل بهدلة حالته بالبلا بس ترى دي خطة تسويقية. ينجلد ده جلد ما كورة. يشيله حمار في طلعة. خطة ما تسويقية. عنده اي مشكلة يكذب على الملا ترى دي خطة تسويقية. الواد ذا ملطشة والولولة عنده صنعة. خطة تسويقية. بهدل بهدلة حالته بالبلا بس ترى دي خطة لسه تسويقية. هيقول ايه ينجلد تاني؟ جلد ما يشيله حمار في طلعة. خطة ما تسويقية. عنده اي مشكلة يكذب على الملا ترى دي خطة تسويقية. الواد ذا ملطشة والولولة عنده صنعة. خطة تسويقية. خطة تسويقية. دقيقتين وثلاث دقايق بس، خطة تسويقية. لسه في 4 دقايق كمان. خطة تسويقية. اوه الصوره تتلون. خطة تسويقية. هيشنج الفلو، هيشنج البيت دلوقتي غالبا نسبه كبيره، بس هيقعد 7 دقايق على نفس اللحن. بس حتى الان بيرفكتو. حقي انا الى الان ليوم الدين انا ما حكون اخذت حقي منه كامل بصراحه. انا اللي قاعد اسويه الان انا قاعد بدمر له حياته بس. بس هذا وجهتي الان اني ادمر له حياته، الغي What the fuck, man? كل شيء في يوم من الايام بناها، كل شيء هو يفكر انه هو صافي فيه ولا انا وظيفتي الان اني انهي له هو تماما بكل اختصار. انت الهر يحكي صولة الاسد انتفاخ، انت الطري اللي لحمك يحمر لو احتر المناخ، انت التيس اللي هو باقي حيتع. ده كلاش اللي احنا متعودين عليه. شايفين اللي انا بتكلم فيه؟ البيت ده حلو برضه، ما بقولش ان هو وحش، بس ده كلاش اللي احنا متعودين عليه. بصراحه الاوديو اللي فات ده لوحده يعني وحش قوي في وش، يعني في حق سلو. فهو مشكلته ان هو بيطلع بثوث كتير، وطبيعي الكلام عندنا احنا كمان ادمين شهوه، فممكن تتكلم ويقول لك كل ما تتكلم اكتر تغلط، كل ما تتكلم بتغلط. فعشان كده دايما يقول لك خير الكلام ما قل ودل. فانت مش مفروض ان انت تتكلم كتير، ان انت ممكن تتكلم كتير تغلط، حد يستفزك فتروح قايل كلمه تتمسك عليك او تبقى شكلها وحش عليك وهكذا. فدي من اكتر الحاجات اللي وحش سلومو بيعملها، على عكس كلاش ظهوره نادر جدا. يعني اصلا حتى في اعماله وتركاته بيظهر قليل جدا في السنه. طبعا مش ده اللي انا بشجعه، بس بتكلم انه ظهوره مثلا في ستريمات او كده او بثوث يعني قليل قوي مقارنه بسلومو.
تتعرض للانسلاخ. تبغى توهم نفسك المكسورة اللي منك ناخ. الناس ينبسطوا يوم هينك، تسأل ليش يصفقوا لك؟ لأنهم مستخطفينك. ساقوك للموت رضا ما هم مقيدينك. احني ظهرك لصوتي خلنا نسمعهم أنينك. مالك في القلم بدري لسه ما محطك، ما له داعي تقولها ما يحتاج قد شفنا خطك. معي قلم يجي بلم ورايح جاي اخذتك. شفت العنا هذا وانا براسه بس شخطك. قلت لك خلك في خطك درب احذر لا تجي. اوكي هنا خلي بالكوا ازاي كده بس في بلس في الاول. لا تمشي فيه دربي موت لسالكين. شر التقي ما بضرك ولا آذيك، لكنك سفيه غبي ذا المسوني وانا بيه. حط نفسه في الجمال. اوه ذا المسوني وانا بي. هي وانا بي يعني اريد ان اكون، بس وانا بي تيجي بدبل مينينج ان هو انا عايزه، يعني اللي هو حاجه كده زي مثلا حد يجي يعورك او يتخانق معاك او يعمل لك مشكله فتقول انا فلان هذا انا هجيبه انا عايزه كده، يعني غالبا ده معناها. بس هي ده الماسوني وانا بي ممكن يكون قصد اللاين ان هو سلومو عايز يكون ماسوني، بما ان هو بيستخدم الحوار ده قبل كده في التراك الاخير في الديس الاخير. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم المعنى الثاني بتاع اللي هو انا ابيه انا عايزه. هذه معي خراج ابد كل ما جاني انجلب. من جيته في الواقع هجم لاش العم اسمي زيد وغم. كل ما سمعوا قمط هذا السقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. حط نفسه في الجمال يجي معي خراج ابد كل ما جاني انجلب. من جيته في الواقع هجم لاش العم اسمي زيد وغم. كل ما سمعوا قمط هذا السقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. مين اللي كفرك يا مخبر؟ هذا ما هو مذهبي ماسوني وانا بيهبي. قول اني مسوي نبي. زي ما انا قلت لكم ان هو عشان قال قبل كده، فهو كلاش هنا بقى بيأكد بيقول لك مش انا اللي انا كفرته، هو اللي كان بيقول على نفسه ان هو ماسوني وكده. يكفرك يا مخبر هذا ما هو مذهبي ماسوني وانا بيهبي. قول اني مسوي نبي. النواقض 10 يعرفها الطفل قبل الصبي. ماني نبي هذا معلوم بالضروره لكنك خبي. فلا تسوق الهبل ابد في ذا الطريق. يسوق الهبل ذا الخبل يحسب الهبل تسويق. اذا اذى عن نشف راح اميطك عن الطريق، بس قبل ما اميطك. حلوه قوي انه اماطه الاذى عن الطريق عملها بشكل ايه بار كده. حلو الصراحه، حلو الاستخدام يعني. بعذبك بالخوازيق شيل خازوق شيل خازوق. خلنا سد لك الثغره. ايحاءاتك في البثوث اللي تصدر منك بكثره. هتصمع الرجال تدور لعينك الكسره. شفناك مع البداوي تضحك بدروسك الصفرة. قلك قبلك دامي باني في وجهك القبول. زي الكلب طلع لسانك بينت الميول. من شدة الشبق لا تعي ما تقول. ردة فعلك قالت لنا عندك فتش رجول. حط نفسه في الجمال يجي معي خراج ابد كل ما جاني انجلب. من جيته في الواقع هجم لا ده كورس غالبا. مش عارف اذا كان في مثلا فيرس كمان، مش عارف صراحه الكونتنت بتاع اخر كام بار دول من انهي حاجه، ان انا صراحه مش متابع. انتوا شايفين اصلا مش منزل اي حاجه عن الراب ولا انا اصلا حتى ما بسمعش، يعني بالصدفه لقيته قدامي قلت اما اشوف. الله اعلم. العم اسمي زيد وغم. كل ما سمعوا قمط هذا السقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. حط نفسه في الجمال يجي معي خراج ابد كل ما جاني انجلب. من جيته في الواقع هجم لاش العم اسمي زيد وغم. كل ما سمعوا قمط هذا السقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. فاجأتنا لما عرفتها لنا تحدي. اثرتنا وامتعتنا معتنا فيها جدي. اما انت رجال يهو اجل لازم اهدي. حسبتك مرة صدرك باين فيها التهدي. واصل لأردل العمر تسبل. مش عارف مش حاسسها قوي، يعني حاسس ان هو حشى في الاخر. كان ممكن ينهيها حتى لما كملتش يعني ممكن يكون في حاجه اقوى، بس اخر كام برضه ما حبيتهمش صراحه. تبر يجر في قولها نكر. شوف لو العمر يمر زبوني ما يفر. نواظري حمر سنين تمر فضر مني دموعك فاض من عينك تخر. ما تستحب هذا العمر وانت مضيع الطاسه. فاشل كرجل فاشل كرابر فاشل دراسه. فاشل في كل شيء من انتكاسه لانتكاسه. مستقبلك شايف تهزها في جلسات وناسه. ما عذر الا مره وبعدها الهلاك. دامك جيتني حياك يا لباك خذ نظام منفاك. برضه ما احسش ان كلاش وفق فيه قوي، انه يعني بص بقول لك في كل شيء من انتكاسه لانتكاسه. مستقبلك شايف تهزها في جلسات وناسه. ما عذر الا مره ما حذر الا مره بعدها الهلاك. ده انتوا بقالكوا 7 سنين بتدسوا بعض ازاي يعني؟ بعدها الهلاك. دامك جيتني حياك يا لباك خذ نظام منفاك. صباحك جلد هنا وعيناك تكسر في مساك. لين الناس تسمع صوت كسرة العين من فاك. حط نفسه في الجمال يجي معي خراج ابد كل ما جاني انجلب. من جيته في الواقع هجم لاش العم اسمي زيد وغم. كل ما سمعوا قمط هذا السقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. حط نفسه في الجمال يجي معي خراج ابد كل ما جاني انجلب. من جيته في الواقع هجم لاش العم اسمي زيد وغم. كل ما سمعوا قمط هذا السقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. سقط من الحسد غلط مع الشخص الغلط. مش
عارف توب كونتينيو حتى توب يتفا الله. اوكي هو دايما كلاش اخر فتره يحط توب كونتينيو من الاخر مجال ليك، يعني هترد هيرد، بس المده بقى والسرعه دي على الله التسهيل. بس ما اعتقدش ان انا هضيف حاجه تانية غير انا قلتها. ديس حبيت الجزء الاولاني اكتر بكتير، فلو جديد من كلاش بالنسبه لي، وفلو حلو جدا الصراحه، والبيت كان حلو. الناحيه التانية بتاعت كلاش المعتاده بتاعت الناس بتحبها برضو، بس انا مش من مفضلينها. وغير كده مش عارف، حاسس ان هو يعني خلاص انت اوريدي عملت 3 دقايق وشويه، كان يدوب فيه كورس بسيط، فانت اوريدي كتبت كتير. يعني هو كاتب مثلا فوق كام كل 16 و16 مثلا، ممكن يكون كاتب حوالي 48 بار مثلا، اوريدي كتب كتير. فحاسس ان هو في الاخر استعراض اكتر كتابه او استهزاء او كده، اكتر من حوار بانش لاينز يعني. بس صراحه استمتعت بالدس. ممكن اوصل الحته الاولانيه هي اللي ممكن اسمعها بعد كده. بس لو عندك اي اقتراح او استفسار اي كومنت اكتبه تحت في الكومنتس، اكون مبسوط بيه جدا هرد عليك اكيد. وبس مش عارف اذا كنت اشوفكم فيديو جديد ولا لا، بس اشوفكم على خير. سلام.